إن اتجوزت 3 مرات، أنا لسه عندي 28 سنة. ياه! أنتِ مستعجلة أوي. 28 سنة اتجوزت 3 مرات، وكل مرة كانت بتقع في راجل سيء. كل مرة هو نفس الراجل والّا إيه؟ الأولاني كان بيشرب خمرة. طب ما هو باين إنه سيء أهو من الأول. وكان بيضربني وبياخد فلوسي. وطبعًا بعد ما رُحت لطوب الأرض قدرت أتطلّق. وقعدوا ضغطوا عليه إنه يسيبني وفعلًا سِبنا بعض. اللي بعد كده اتجوزت واحد تاني كان راجل كبير، ورافض إنه يخلّف تاني عشان عنده ولاد كبار. وأنا عاوزة أكون أم. طب اتجوزتيه ليه يا بنتي؟ يعني أنتِ عاوزة تكوني أم، والراجل كبير ومخلّف، وكان واضح ما ضحكش عليكِ. طب أنتِ بتعذبي روحِك ليه؟ هو راجل وخلاص؟ هو من قلة الرجالة؟ ولو مش موجودين الرجالة هيلزمها إيه المرمطة؟ أنتِ عاوزة تخلّفي، زوج مش عاوز يخلّف، ناخده ليه؟ جوزي أو عريسي بيشرب خمرة، عصبي، يبقى طبيعي إنه وارد إنه يضربني وإنه يهينني. أدي الجوازتين الأولانيين، أنتِ شايلاهم يا بطلة. ما حدش فيهم خالص نقدر نقول إن حد كان هو السبب. التالت بقى تعالي نشوف حكايته إيه. بتقول إنه بيعايرها بقى التالت بقى، إنها اتجوزت مرتين قبله. طب وأنت يا حبيب ماما ما كنتش عارف إنها اتجوزت مرتين قبلك والّا إيه؟ هي ضحكت عليك وبعد ما اتجوزتها لقيتها متجوزة مرتين؟ ما أنت عارف إنها متجوزة مرتين قبلك. والّا كان الأحسن إنها تصاحب 2 قبلك؟ طب ما هي اتجوزت 2 قبلك، وأنت وافقت تدّيها اسمك. ليه أنت بتعايرها وبتقول لها أنتِ فاشلة؟ وعلشان إيه أهلك كمان يقولوا عليها إن إيه اللي يخلّيك تتجوّز واحدة زي دي؟ كان فين الكلام ده من الأول؟ يعني أنتِ برضه خدتِ راجل ما عندوش شخصية، وبقيتِ متطلّقة 3 مرات وما عندكيش 30 سنة. أنا مش قادرة أدّيكِ عُذر. أنا شايفة إنِّك عندِك مشكلة في الmindset، عندِك مشكلة في ترتيب أولويات تفكيرِك. أنتِ محتاجة إنِّك تعرفي توصلي للي أنتِ عايزاه إزاي. أنتِ هدفِك الجواز وخلاص، بس هي مش القصة كده. هو أنا هدفي إن أنا أتجوّز وأكون سعيدة.